تبقى دائما الكلمة هي الفاعل الكبير المؤثر في حياتنا، تستطيع أن تبدل شكل العالم، أن تجمل الحياة، أن تخلق الواقع الجديد. أستاذ حسن، لنعد إلى الكلمة وإلى الشعر والقصيدة ونستمع إلى بعض الشعر ثم نتحدث عن عايز التجربة. أقول مقطع من قصيدة أنا الحقيقة بحبها جدا وكثير من الأصدقاء بيحبوها ودايما بيطلبوها لما بكون في مشارك في أي منتدى أو أمسية. القصيدة اسمها الولد البري، وهي قصيدة رومانسية ناعمة تخاطب القلوب. هقول الجزء المقطع الأخير منها. ولد بلون العشق مكتحل، تشاغبه اليمامات الوليدة دون أجنحة، تذكره بست الحسن جدته، حكايا الأبرياء وحلمه المصلوب فوق مدامع الموالي، أشرعة النوارس هدهدات الطير هيئته القديمة، تين قريته الذي ما زال يسكن قلبه. يا أيها المحني فرعك للسماء مطاولا، ماذا جنيت وقد حططت العمر سنبلة على كفين، لا ظمأ ولا مدد، مقامرة بأدواح الملائك لثمت عينيك عن طعم الحنين إليك، ما شكلت هدبيها ولا هيأت أوردة البلابل في جناحيها، وحين شرعت تأنس بالجوى سوت تمردها ولملمت الظلال، وأنت تصف ضمادة الجرح الذي أدماك منتشيا، لفافة تبغي كالممرور نصل خنجرها. أما أدركت أنك واللهيب يفور ملء الروح لم تسلم مخالبها، ملفعة بجدران الحياء تجوس بركانك، فصرت بها غريبا قد سلكت ضروبها أمدا، وحيدا قد رجمت بجمرها كمدا، فخضت الآن معراجا يمجدها، وقل قدر تمردها، قدر تمردها، تمردها قدر. الله الله. أستاذ حسن، حضرتك عضو بأنشطة كثيرة جدا وعديدة باتحاد الكتاب وجمعية المرأة المصرية، يعني عايزين نعرف دور هذه المؤسسات في المساهمة في المرحلة القادمة إن شاء الله لتحقيق مصر الحديثة بملامحها الجديدة. هو المجتمع المدني كله بشكل عام وما يعني يشتمل عليه من مؤسسات وجمعيات لابد أن يشارك بالفعل في نهضة المجتمع، مشاركة فعالة ومشاركة حقيقية. ما تبقاش الأنشطة اللي هو بتمارسها هذه المؤسسات مجرد مؤتمرات وندوات. المفترض أنه لو كل جمعية أو كل مؤسسة أهلية قامت بحملة مثلا لنظافة الشوارع في حي ما أو لتوعية المواطنين بالصحة العامة، أو يعني أظن أنه هذه المشاركات هتبقى أفضل بكثير مما هو مطروح الآن على الساحة. حضرتك، كل هذه المشكلات التي نستمع عنها لا تضاهي سقوط شهيد واحد على أرض الوطن. نعم، من طبعًا الجيش طبعًا أو الشرطة أو غيره. طبعًا. يعني كيف يمكن مقاومة ما يطلق عليه بالعنف أو الإرهاب؟ والله هناك يعني كثير من الجماعات التي ترى العنف في مصر. يعني احنا ربما بنرى بترعى العنف. يعني ربما احنا بناخد جماعة الإخوان المسلمين بعد أن حتى أطلق يعني تم اعتبارها جماعة إرهابية، بناخدها في الصدارة من هي التي تمارس هذا العنف. لكن هناك أنا في تصوري خلايا كثيرة نائمة في مصر بتمارس هذا العنف بشكل خفي أو بترعاه. يعني أنا ممكن أقول لحضرتك يعني هناك جماعات بتقول إحنا هنعمل مظاهرات سلمية، وبنفاجأ وقت هذه المظاهرات السلمية انهم بيرموا شماريخ وبيرموا خرطوش وبيرموا ازاز مولوتوف. اما هو ده مش عنف، وده مش عنف. وجماعات ليست لها علاقة بالاخوان. ما تعرفيش بقى هل هي الاخوان اللي بتشعل النار فيها ولا هم اللي بيدعموا الاخوان. يعني هناك اسرار كثيرة جدا في مسألة ممارسة العنف في مصر. طيب حضرتك، ازاي الصحافة وازاي المجتمع ورجل الشارع والجميع يقاوم هذه الظاهرة، خاصة ونحن على اعتاب مرحلة هامة من تطبيق خريطة الطريق؟ ما انا بقول لحضرتك التوعية فقط ولا في دور آخر أكثر إيجابية للوصول إلى هذا الأمر؟ لابد إنه مثلا المواطن العادي لما يلاقي مظاهرة فيها ممارسة للعنف ما يشاركش فيها، ما يقفش يتفرج، يمشي. تمام؟ يعني حتى على الأقل بندي الفرصة لقوات الأمن إن هي
تحد من هذا العنف وتحد من نتائجه واثاره السلبيه على المجتمع. يعني ما انت حضرتك لما تلاقي حد بيمارس عنف هتلاقي حته اتحرقت، حته اتدمرت، حته اتهدمت. بالتأكيد. ما هو احنا ما اديناش الامن الفرصه ان هو يعني يعبر عن وجوده يعني في المساله. فانا بقول انه علينا الاول ان احنا ننتهي من مساله المظاهرات دي، علينا ان احنا ننتهي من الوقفات الاحتجاجيه، علينا علينا ان ننتهي من الوقفات حول المطالبات الفئويه حتى. يعني خلي مصر ترتاح شويه، تهدى شويه، حتى نستطيع او حتى نعطي الفرصه للقياده السياسيه ان تنجز ما عليها من مهام. القيادة السياسية، وحضرتك حاصل على جائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين في مجال المقال السياسي. من وجهة نظرك أو منظور حضرتك ككاتب سياسي، ما هو المطلوب من الرئيس القادم؟ ماذا ينبغي أن يكون عليه الرئيس القادم؟ المواصفات التي يحتاجها المواطن من الرئيس. مشاهدينا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم رؤية. ورؤيتنا اليوم تنطلق من فكرة أن الكلمة لها بريقها الخاص الذي يؤثر في القلوب والذي يؤثر في الرأي العام والذي يستطيع أن ينتشل أي مجتمع من لحظات العنف أو التوتر ويرتقي به في اتجاه البناء واتجاه الصحة المجتمعية الكاملة. مشاهدينا، يبقى للشاعر دائما تأثير كبير في الأحداث. في حلقتنا اليوم نلتقي بشاعر كبير وأستاذ وكاتب صحفي، نائب رئيس تحرير جريدة المسا، له العديد من المؤلفات خاصة في مجال العمل السياسي، حيث حصل على جائزة التفوق في العمل الصحفي عام 2009. معنا ومعكم في هذا اللقاء الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حسن حامد. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أستاذ حسن، دعنا نبدأ في البداية بالشعر كي ينقذنا من ضجيج العالم. نعم، كان هقول قصيدة من ديواني أحرف من شظايا البوح، وهذا الديوان كان مقسوم قسمين: القسم الأول عن العشق والقسم الثاني عن الوطن. في قصيدة بعنوان الألف، وأقول فيها: ألف بهمزة وصل ذاكرة الجوى، وبلام ليل السارقين بلا ضمير، لقمة المحروم من فاء الفرح. ألف مؤلفة ببابك في الضحى، ظهرا وعصرا بالمغارب والعشاء، تئن يا وطني فمن يأتيك بالوطن الأحن. الله، جميل أستاذ حسن. الوطن الأحن، ما هي ملامح هذا الوطن في رؤية حضرتك كشاعر وكصحفي، خاصة في ظل ما نسمع عنه كل يوم ونراه من أحداث عنف؟ هو كل مواطن بيأمل في أن يعيش في وطن أحن، والوطن عندما يحن على المواطن لابد أن يحتوي كل احتياجاته ومتطلبات معيشته. يعني المواطن لابد أن يجد الكساء ويجد الدواء ويجد المعيشة الكريمة في وطنه، يجد العمل، يجد حرية التعبير عن رأيه، يجد الحرية في أن يتنفس كيفما يشاء. عندما تتوفر هذه المواصفات أعتقد أن الوطن في هذه اللحظة بالتأكيد بيكون حنين على ابنه وعلى بنته وعلى كل مواطن على أرضه. ما الذي يمكن أن يدفع بذلك في اتجاه إيجابي أو يعوق هذا؟ والله احنا عشنا فترة مريرة جدا، أتصور بأن 20-30 سنة بنعيش هذه الفترة، وعندما هب المواطن يعني ليقتنص حقه في الحياة،
حظه كان وحش. يعني الناس قامت بثورة، وللأسف الثورة دي سرقت وحادت عن مسارها الطبيعي، وحاليا احنا وصلنا إلى مرحلة بنأمل فيها أن تعود الثورة إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى. أظن أن المستقبل مشرق، لكن هناك واجب لابد أن يقوم به المواطن، ولابد أن يقوم به الإرادة القيادة السياسية. أنا ليا مقال. طب لنبدأ حضرتك أولا بواجب المواطن. نعم. على اعتبار القاعدة العريضة. أنا ليا مقال حقيقة في المسا كل يوم جمعة بعنوان عقلها، وأنا حتى كنت يوم الجمعة اللي فاتت دي كتبت في معنى مهم جدا فيما سيأتي من أيام. يعني العنوان كان اسمه إرادة وقيادة. أيوة. أنا بقول بطرح في وجهة نظر أنه لابد أن تجتمع الإرادة الشعبية مع القيادة السياسية عشان ننهض بمصر. يعني لا يتصور المواطن أنه لو نفترض جدلا وقدر للمشير السيسي أنه يأتي رئيسا لمصر أنه سيكون معه عصا سحرية يحل بها مشاكل مصر. لن يحدث ذلك. المطلوب مننا إحنا كمواطنين أن تكون هناك إرادة شعبية قوية للمشاركة في النهوض بمصر. كيف تكون هذه المشاركة بدءا من الرئيس القادم إن شاء الله والحكومة والمواطن المصري العادي أو الشعب؟ والله مشاركة المواطن يعني بتبدأ كما قلت من مراعاته لضميره في عمله. يعني لو كل واحد راعى ضميره وراعى ربه في عمله وأنجز كما هو مكلف، أتصور أنه هنا هتبقى عجلة الإنتاج هتدور بشكل كويس جدا، بشكل إيجابي جدا. يعني مشاركة المواطن بتبدأ من لحظة ما انه ما يرميش المخلفات في الشارع. يعني لو احنا حافظنا على بلدنا بمستوى حتى النظافة دي هتبقى مشاركة ايجابية جدا. وهلم بقى جرة يعني كلما قام المواطن بدوره كما يجب المكلف بيه. يعني احنا ما بنقولش المواطن يعمل المستحيل، انت اعمل اللي عليك بس، بالإضافة للرؤية السياسية اللي هتبقى موجودة للنهوض بالمجتمع. أظن هيبقى فيه نتائج إيجابية كتيرة جدا وكويسة، نستطيع ساعتها نقول إن بلدنا رجعت زي ما كانت الأول، ظهرة الوطن العربي كله. جميل. الصحافة عليها دور، الشارع عليه دور، المجتمع عليه دور. مشاهدينا نعم. اسمحوا لنا نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود سريعا. مشاهدينا الأعزاء، هناك أحلام كبيرة في نفس كل منا تجاه اللحظة المقبلة. أستاذ حسن حامد، كنا توقفنا قبل الفاصل عند الدور المنوط بكل من الحاكم القادم إن شاء الله لمصر والشعب والمؤسسات المختلفة منها الصحافة. رأي حضرتك فيما ينبغي أن يكون عليه دور الصحف القومية؟ الصحف القومية بالتحديد ولا نتكلم عن الإعلام بشكل عام؟ يعني نبدأ بالصحف القومية ونتحدث عن العملية الإعلامية. أفضل أتكلم عن الإعلام بشكل عام، وأطمن حضرتك بأننا في سيرك. سيرك فعلا فيه كل الألاعيب اللي لا تتخيليها واللي تتخيليها. يعني الإعلام يجب أن يقوم بدور إيجابي لإنقاذ مصر مما هي فيه. يعني أنا بتصور أنه الإعلام هو السبب الأول والرئيسي في هذا الانقسام اللي حادث في المجتمع. إزاي؟ يعني هناك قنوات بتوجه الرأي العام وتوجه يعني نظر المشاهدين إلى أشياء سلبية كثيرة جدا، المفترض أن احنا نتغاضى عن ده. يعني نحن في مرحلة ما ينفعش فيها زي ما بيقولوا ننفخ في النار. احنا عايزين نقول للمواطن تعالى حب مصر. يعني يا ريت هذا الإعلام يتبنى، وأنا بطالب كل القنوات اللي ربنا خلقها أنه تتبنى فكرة حملة عنوانها كده تعالوا نحبها، تعالوا نحب مصر. أتصور لو في برامج يعني بذلت جهدا في هذا الاتجاه، صدقيني الرأي العام هيتغير كثيرا. يعني كل الناس اللي بتكره مصر لأنه مش عارفة تعيش فيها، مش عارفة تاخد حقها فيها، صدقيني هتتحمل. يعني أنا سامع أنه وزير الري من يومين بيقول لهم استعدوا لشد الحزام. انا بقول مفيش ضروره ان احنا يعني نرجع تاني لفكره شد الحزام اللي ممكن تقلق المواطن او تقلق بالزبط. الناس. يعني احنا اصلا دلوقتي المواطن شايفينه يعني فعلا مقهور وبيعاني معاناه شديده جدا. نيجي نقول له كمان استعد لشد الحزام، وهو ده ممكن ياتي بنتيجه عكسيه ما احناش عايزينها دلوقتي.